أنا بحكي عن دار الكركي. أما آل الكركي أنا بحكي عن دار الكركي، بس أسرة ولي أمر إلهم كل الاحترام. هذا الحدث يتحمل مسؤولياته كاملة. هذا الحدث متعلق في الشخص وفي والده وجملة العائلة تبعته، لأنه خرج عن طوع التربية أو هم قصروا ما ربوه على أخلاق، فبتحملوا معاه. بتحملش الكركي اللي في الأردن عن هذا الشخص، بتحمل أبوه وأمه وإخوته اللي في خلية لم يربوه صحيح، وأدى إلى هذه النتيجة. بنات الناس مش حتى تسير البنات بأمان يجب أن يردع ويجب أن يعاقب، ونعاقب من الشريعة ومن القيم ومن الأخلاق. وأرجو ألا يعترض أحد، ومن يعترض فهو في صف هذا المجرم. اللي ما بيشجب وما بيحكي هذا في صف المجرم، ونرجو ألا يكون في صف واحد. أنتم ناس محترمين، ناس عندكم أخلاق، نرجو أن تبلغ الرسالة إلى دار الكركي بالذات وإلى أصحاب الرأي وأصحاب الحكمة في الخليل. هذا الكلام خذوه من أهل دورة، لن نسكت على هذا الشيء، لن نتوانى في ردع حتى يتأدب المجتمع فيه، هو وأمثاله كثيرين اللي هيك. نحن نعلم أنه في المجتمع كثيرين الناس، وإذا لم يرتدع فمعناه إحنا تركنا الحبل على الغارب. أرجو أن تبلغ الرسالة، وحياكم الله وشكرا لكم. هذا موقفنا وموقف الشرفاء في محافظة خليل. خلينا نشوفهم، خلي كل واحد يعبر يا أخي، كل واحد يعطينا رأيه. امبارح انجمعنا في الخليل يمكن 200-300 واحد على وثيقة دولية بتفر على الدول العربية. حدث مثل هذا النوع يجب أن نتداركه، وشكرا لكم، بارك الله فيكم. أنا بكرر أهلا وسهلا بالجميع. وكلمة الشيخ جبريل لما حكى بيت شعر وكم رجل يعد ب1000 رجل، أنا بثني عليها. نعم إنه في من الرجال يعد ب1000 رجل، ولكن الرجل إذا حط حاله في موقع الرجال بده يكون رجل على معنى الكلمة بالشكل الصحيح. الحدث الموجود أمامنا هو حدث رأي عام بمس المجتمع الفلسطيني كله، وبمس كل حر وشريف. البنت اللي نطت من السيارة، أنا بقدر أعطيكم موجز، لكن البنت اللي نطت من السيارة اسمع علي، لو كانت أمام بير نطت في البير، ولو كانت في طيارة نطت في طيارة. هذه صائحة الضحى، هذه فيها منشد، فيها كبير. صائحة الضحى لما كانت تصيح في القرون الخلت الماضية كان عندها متسع تدافع عن نفسها وتصوت وتجيب. هذه غلق عليها الأبواب وطفله، وحاول إنه يعمل كل شيء إلا أن الله سلم، ونباهة الطفل رمت حالها من السيارة، ولو لقاها 100 عزريين ما كانت سائلة عنهم. هذه فيها منشد، هل أنتم جاهزين على المنشد؟ صلوا على النبي عليه السلام. احنا يا اخوان اي انسان خارج كمان عند كل الاحرار والشرفاء، اي انسان خارج مرفوع عنه الغطاء. وانا بنقل لاخواننا المحترمين اصحاب القامات والرؤوس العالي الموجودين امامي، عائلة الكركي. صبرك يا ابو صخر، يا مختار، صبرك شوي، خليكم حليمين علينا شوي. احنا الواحد فينا يعني بيقدرش ينضغط. دقيقة صلي على النبي. احنا بننقل لك رسالة كمان من آل الكرك الكرام، لأنه في ناس فيها كرماء ولها مواقفها المحترمة. مرفوع عنه الغطاء المجرم، وأنا يوم ما قلت لك هو المجرم الذي قام بالجريمة النكراء. الآن أنت سألتني إنه أنت بدك العطوة تكون عطوة منشد. أنا بقول لك شغلة واحدة، وأنا بترجاك، احنا اللي جايينك بنترجاك، حقك كامل يا حياك الله، بدنا ندفع لك حقك، بس بتمنى عليك يعني كل منا يؤخذ بقوله ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. كل منا يؤخذ بقوله ويرد إلا الرسول. حقك كامل متكامل،
لا راح أحوجك لا لمنشد ولا تروح ولا لأي واحد. ربما يعني أنت تستعين وأنت صاحب القرار الأول والأخير، بس بتمنى عليك اقبلنا بدون مسميات، وحقك كامل عنا وحياك الله. صلى على النبي. مسميات أنا حزور الدجال. صلى على النبي. أنت بتقول الكرك رافع القطاع عن هذا السبب. له أسبقيات. استنى بعنيني. مخرب الدنيا كلها بعنينيش رطب في اليوم. قول أيوه. صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. أنت بتقول الكركي رافع القطاع عنه، وانتوا جايين بارك الله فيكم مشان الناس شنات بعض احترامات. بعتبر انا الكركي ما كلف. اللي قال رفعت الغطاء بيجوا صارت الحالة التاريخية كل جبل الخليل اجى مشان الناس. الكركي بدمش معه. رافع الغطاء. اهلا وسهلا فيك. روح جيب لي مسبطة من الكرك. تجيبوا عند الاهالي، عند الحكومة، عند الشرع، عند الجهلي، انه ما بعنيه لا من بعيد ولا من قريب في هذا الشخص. لو قتل منا 10، لو طلع الصبح وقتل منا 10 ما بيجيبوه ولا بيسأل. روح جيب لي المسبقة هذه. قبلت جاد اولا اهدوا بالله، اهدي بالله يا شيخ جبريل، مش تصيب. صلوا على النبي، صلوا على النبي. يا ابو النور مش هيك. صلوا على النبي يا اخوان، وحد والله. صلوا على النبي. ولا الله يهديكم يا ناس. اولا احنا بدناش نتسابق في الحديث كان كل واحد بده يحكي بتميع الامور. اولا والله لا اجوا كل واحد منهم ب1000 رجل، وناس محترمين وناس طيبين وكفو. لكن والله يا اخوان احنا لما واحد بيضرب واحد كف والله بنتداعى من الشمال للجنوب وبنروح. هذه رسالة من الكركي باستخفاف بدورة وبأهل دورة والمحافظة. اسمعني يا أبو أشرف، اسمعني يا أبو أشرف، وحد الله. أنا بوجه لك سؤال يا أبو أشرف، والله لو كان الحدث عندك وأجاك 4-5 إسلام ما بتقبل. اسمعني دقيقة علي، دقيقة. لا هذا استخفاف، أنا بقول لك استخفاف مو صحيح. صلوا على النبي. والله استخفاف. والله أنت ما قتلت واحد، أنت قتلت بلد. يا جماعة هدوا الأمور شوية، هدوا الأمور. الحكي كل ما زاد يقفل يا جماعة. طولوا بالكم.